بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الحلقة السابقة مع أستاذة سعاد دنكلاي النشطة الاجتماعية اتكلمنا عن أهمية فترة الخطوبة، ويا ترى إيه الهدف منها وإيه أبرز الحاجات اللي المفروض العروسة تقعد تتكلم فيها مع العريس. وكان في تساؤلات كتير ومحاور كتير ما اتكلمناش فيها، زي إيه هي الأسئلة اللي ما ينفعش أبدا وما يصحش إن العروسة تسألها للعريس وهم موجودين. إيه أبرز التصرفات أو العلامات اللي ممكن تبدو على العريس تدي مؤشر أو تدي لمبة كده إن العريس ده غير مناسب، مش هينفع إن احنا نكمل معاه. إزاي العروسة يكون عندها ذكاء وحكمة وفطنة إنها ما تتخدعش من العريس، لأن في بعض الشبان بيكون عندهم قدرة كبيرة جدا على خداع العروسة وأهلها كمان. كتير من التفاصيل هنعرفها النهاردة مع الأستاذة سعاد دنكلاي النشطة الاجتماعية. أهلا ومرحبا يا أستاذة سعاد. أهلا وسهلا بك أستاذة ندى والمشاهدين. أهلا ومرحبا حياك الله حضرتك. جميعا. حياك الله حبيبتي. الحلقة السابقة احنا وقفنا عند أبرز الأسئلة والأمور اللي المفروض تتكلم فيها العروسة مع العريس أو مع الخاطب. تمام؟ النهاردة بقى عايزين نكمل الحوار مع حضرتك ونبدأ بسؤالنا. ايه هي الحاجات اللي حضرتك تقولي ما ينفعش أبدا إن العروسة تتكلم فيها ولا تسأل فيها؟ بعض البنات بتقول أنا عايزة أسأله أنت بتقبض كام؟ وده من حقي. انت عندك امراض معينة، امراض مزمنة، وده من حقي. انت عندك مثلا مشاكل مع اهلك. يعني كتير من الاسئلة تبدو في ظاهرها محرجة. هل الاسئلة دي ينفع تتسأل ولا لا؟ وايه المحظور اللي ما ينفعش نسأله ولا يليق؟ طيب تمام. أهلا وسهلا بكم. اهلا. حياكم الله جميعا. نرجع نأكد أنه فترة الخطوبة هي يعني محكومة بالضوابط الشرعية، لأنه ما زال الخطيبين يعني غير مرتبطين ببعض، وبالتالي علاقتهم فيها يعني كثير من الرسمية. بالتالي ده المفروض ينعكس على طريقة الحوار والأسئلة المطروحة. ما زال الرجل بيعتبر أجنبي على المرأة. المحظور جدا طبعا اللي هو الكلام في الجنس ممنوع تماما، منعا باتا. ايوه. لا هي تتكلم فيه ولا حتى تسمح له ان هو يتجاوز او حتى يعطي تلميحات فيه، ولا حتى بالهزار، ولا تلميح ولا هزار. ده خط احمر على يعني ما ينفع نمشي فيه في المواضيع. تمام. الاشياء الثانيه اللي هو الخصوصيات الزايده، يعني علاقته بامه، علاقتك بابوه، دي انت تلاحظها بدون ان تسال. يعني دي اشياء المفروض انت فتره الخطوبه دي انت بتلاحظ، يعني هو بيتعامل مع والدينه كيف او هي بتتعامل مع والدينها كيف، بدون ما تكون في يعني اسئله مباشره تجنبا الاحراج، او عشان ما تاخذ يعني فكره غلط من الاول، لانه دي حيترتب عليها في العلاقه الزوجيه اشياء كثيره وبتاثر. يعني مثلا يعني انت ممكن تنتقد امك في شيء بسيط، لكن الزوجه النقد ده اللي انت شفته بسيط هو في النهايه امك يعني، لكن دي لا، هي حتاخذها في دماغها وممكن حتتصرف على ضوءها بعد الحياه الزوجيه. فدي الاشياء اللي هي تعتبر يعني تترتب عليها يعني اثار واضرار كبيره، عشان كده ما في الحاجات الثانيه اللي المفروض انه احنا ما نتكلم فيها. قلنا الكلام العاطفي برضو ممنوع. بالنسبه للامراض، يعني هو في امراض مستعصيه، ده من الامانه انه نخبر يعني الطرفين اذا في مرض يعني مستعصي لازم يخبر، انه تعتبر خداع وغش. لكن في امراض يعني ما لها داعي انه انا مثلا يعني اتكلم فيها، وهي مش حتاثر في علاقتي الزوجيه طالما هي امور ما بتاثر، فما في داعي للكلام عنها. والمفروض دي اصلا انت يعني بتسال عنها بالتحري. يعني احنا اصلا فتره الخطوبه دي فقط يعني حصلت الموافقه ما بين الطرفين وما بين الاسرتين
والآن إحنا جايين عشان نتكلم في الأمور اللي هي الأقل اللي إحنا تكلمنا عنها في الحلقة السابقة. لكن الأمراض والأشياء دي أنت المفروض كانت من ضمن إنه أنت بتتحرك وتبحث عن الشريك. اللي مش مسموح برضه الكلام فيه اللي هو الماضي. ما في داعي مثلا نتكلم عن تجارب سابقة للطرفين، سواء كانت هي مخطوبة وفسخت أو هو كان متزوج وفسخ، إلا أن يبادر الطرف بنفسه. يعني هو يفضل إنه أنت تبادر بدون تفصيل، لكن على الأقل عشان يطمئن الطرف الآخر إنه سبب مثلا انفصالك كان، يعني إذا أنت كنت بس الأهل بيقلقوا يا أستاذة سعاد، خصوصا لو هو منفصل بعد زواج، فكتير من الأهل بيروحوا يسألوا أهل الزوجة السابقة طب هو الخلاف كان حصل ليه؟ اتطلقوا ليه؟ طب هم كانوا ناس كويسين في الانفصال ولا لأ في الخلاف؟ بيبقوا خايفين عايزين يطمئنوا. هذا حق، يعني بالعكس يعني ده حق، يعني هم هيرضوا بينهم وبالتالي من حقهم إن هم يعرفوا الأسباب. لكن الأسباب في العموم بدون ده بيعتمد على الطرف الآخر، يعني اللي هو كان مطلق أو كده. المفروض إحنا يمكن لو تتذكري كنا اتكلمنا في فترة الطلاق وذكرنا فيها إنه الأفضل إنك أنت ما تقول يعني زي ما بيقولوا ما تفش غسيلك، يعني أنت بس ما تقول أيوة في إيش يعني نقطة الخلاف في إيش وبس وانتهينا عليها، لأنه مهم إنه أنت نقطة الخلاف دي عشان ما تنسحب على الشريك الجديد أو الزوج الجديد. بالضبط. فقط. نعم. طيب. دي هي الأشياء اللي المفروض دي الأشياء اللي المفروض ما نتكلمش فيها. طيب لو هنتكلم عن نقطة التكافؤ الاجتماعي، احنا بنشوف كتير من الزيجات بتتم وبيحصل بعدها مشاكل. مثلا بتكون البنت من المدينة وبيكون الشاب من الريف أو العكس، ولكن لما بتكون البنت هي المدينة والعريس ياخدها للريف وتقعد هناك تبدأ تحتكي بيهم وتشوف طريقة تعاملهم. طبعا عادات وتقاليد مختلفة مع كامل احترامنا للجميع، ولكن بتختلف عادات وتقاليد الريف عن أهل المدن. هنا بتحصل مشاكل كبيرة جدا. هل لابد ان العروسة تشترط في البداية انها مش هتنتقل من المدينة للريف، مش هتقعد في بيت عيلة كبير فيه حماتها وفي سلايفها زوجات الاخوات الباقيين؟ في حاجات معينة كده في التكافؤ الاجتماعي لازم تاخد بالها منها، ولو ما كانتش موجودة تترفض الزيجة دي؟ طيب التكافؤ الاجتماعي مهم. احنا برضو عندنا في المجتمع الاريتري يعني مش ارياف ومدينه، لكن من مناطق مختلفه. يعني احنا عندنا اجيال نشات في دول الخليج، اجيال نشات في السودان، اجيال نشات في اوروبا ودول المهجر. فالانتقال من بيئه لبيئه دي صار فيه مشاكل لانه دخلت ثقافات اخرى، يعني ما عاد الطرفين مثلا من ثقافه واحده من بيئة اجتماعية واحدة، صار في ثقافة جديدة فدي كلها دي تدخل في موضوع التكافل نفس ما أنت قلتي ما بين المدينة والريف. المستوى الاجتماعي المادي إذا كان في يعني طبقة في مستوى أعلى من طبقة الأسرة الأخرى، دي برضو من الأمور اللي بتأثر. لكن دي برضو يعني ما بتظهر طبعا في فترة الخطوبة، دي أصلا من البداية ما إحنا وافقنا على الشريك في البداية. يعني دي الأشياء أيوة بتدخل في بداية ما أنت بتختار الشريك. فقد إيش أنت مستعد، أنت إيش الأشياء اللي أنت ممكن حتتنازل عنها بتتنازل عنها، إيش الأشياء اللي عندك عليها قطع أحوال أنت ما تقدر تتنازل عنها. دي اللي بيتفقوا عليها في فترة الخطوبة. يعني كمان عشان نكون يعني دقيقين أكثر، هو في زيجات بتكون ناجحة من فرق التكافؤ الاجتماعي. والتكافؤ كمان في المستوى التعليمي، يعني بيكون هو مثلا هي ممكن تكون دكتورة أو هو يكون أقل منها، أو هو جامعي هي تعليم متوسط أو العكس. بعض الزيجات بتنجح، ولكن احنا بنشوف يا أستاذة سعاد البعض لا ما بينجحش، بيبقى فيه فرق، خصوصا لو هي اللي أعلى منه، فده بيعمل له حرج وبيعمل له أزمة كبيرة. بالضبط، أنا لسه ده اللي كنت جاي أقول. يعني هو بتفرق كثير، خصوصا لما تكون المرأة هي اللي هتنزل، يعني هتنزل من طبقة أعلى لطبقة أقل.
بينما لما يعني عفوا الرجل يعني هو مثلا لما هو مستواه التعليمي أعلى وبياخذها مش مشكلة، لكن المشكلة فين لما تكون المرأة هي اللي من مستوى أعلى. أيوة. أو مستوى اجتماعي. يعني أيوة. هي مثلا أسرتها مرتاحين وحتنزل الآن لأسرة الزوج ومستواهم المادي أقل، هنا تبدأ المشاكل. برضو في الانتقال من مجتمع لمجتمع أو من مدينة لريف، دي كلها لما بتنزل هي من مستوى لمستوى أقل، هنا اللي بتبدأ المشاكل. أنا بس يعني أحب أركز على فترة الخطوبة بالذات للفتيات على نقاط معينة مهمة. يعني طبعا هو الصفات في العريس بتختلف من واحدة للثانية، يعني كل واحدة عندها في دماغها مواصفات معينة، مش مشكلة، دي أذواق زي ما يقولوا، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. لبارت السلع. أيوة. نقطة مهمة إحنا نركز عليها وتتابعها في فترة الخطوبة اللي هو مقدار تحمل المسؤولية أو ما نسميه بالقوامة بصفة عامة. لأنه دي اللي هو المرتكز الأساسي أو الأعمدة الأساسية اللي حتقوم عليها البيت. قد إيش الرجل ده أو العريس ده عنده قدرة على تحمل المسؤولية أو ما نسميه بالقوامة، اللي هي بتشمل تحمل المسؤولية، الحماية، الرعاية، دي الأشياء الأساسية اللي هي أيوة، والإنفاق طبعا. دي اللي حتركز عليها في فترة الخطوبة، هو قد إيش فيها. يعني إحنا مثلا بنقول لو القوامة مثلا لنفترض إنها مقسمة ل10 أقسام، قد إيش هي مستعدة إنه تتقبل. يعني مثلا في رجل قوامته 10/10 وتحمله للمسؤولية ما شاء الله 10، في رجل لا يعني 5، في الثاني 1 2. في المقابل البنت برضو يعني إذا هي مش كتير شخصيتها قوية، ممكن اللي يعني درجته 1 و2 ده بالنسبة يكون كافي لها. لكن في واحدة عندها يعني ما تتحملش القوامة اللي هي 10/10، هتحس ان هي مقيدة وانه بيتحكم فيها، فمش قادرة انها تحس انها مخنوقة. بالضبط. في المقابل لما تكون هي العروسة دي عندها درجة من تحمل المسؤولية في أسرتها، أو يعني زي ما احنا بنقول شخصيتها قوية، فدي لا يمكن هينفع معاها رجل قوامته 5 أو 6. ده لازم تكون ده يعني عنده قوامة 10/10 عشان يملى عينها. فهمت علي؟ فالنقاط دي هي مهمة. قلنا بالنسبة للقوامة لنفترض إنه مثلا القوامة عند الرجل هنقسمها ل3 درجات، ل10 درجات، فكل واحدة عندها درجة معينة من القوامة بتستحملها على حسب هي وشخصيتها. يعني الإنسان اللي شخصيتها ضعيفة أو لينة ممكن تكتفي بواحد شخصيته أو قوامته مثلا من درجة 2 3 بتمشي معاه. لكن لو واحدة أصلا هي شخصيتها قوية ومعتمدة على نفسها وفي أسرتها تتحمل مسؤولية، دي يعني اللي قوامته 5 أو 6 ده بالنسبة لها ما حيكون مناسب. بالضبط، هتحس إنه بيتحكم فيها وإنه بيخنقها. الأولى، بس الثانية دي اللي هي أصلا هي متحملة مسؤولية وعندها تحمل مسؤولية، لا تحتاج يعني واحد رجل يعني شخصيته أقوى وقوامته 10/10. أيوة. يعني لازم يكون هو فوقها بدرجة، يعني فهمتي؟ لازم هي يعني المرأة عشان الرجل يملأ عينها أو تحس إنه هو يحس إنه يكون له الكلمة عليها، لازم تكون شخصيته أقوى منها، فمقدار قوتها بتكون قوته. لكن لو واحدة مثلا لا يعني مش قد كده، يعني زي ما بيقولوا مش عاوزة أقول ضعيفة، بس يعني شخصيتها مش قد كده، لا مش ضروري إنه تاخذ شخص قوامته قوية وإلا دي حتتسحق تماما. فممكن تاخذ واحد درجة قوامته 5 3 2 وتمشي معاه. فدي اللي حبيت أركز عليها. فأهم حاجة إنه كل واحدة تشوف إنه هل القوامة دي أو تحمل المسؤولية دي يعني بتملى عينها أو بتشبعها من ناحية إنه هي حاسة إنه ده رجلها. فدي نقطة مهمة حتحس فيها في فترة الخطوبة. بعض التصرفات بتظهر على العريس
أول ما تظهر يا أستاذة سعاد عليه تقولي للعروسة لأ، مش هينفع تكملي، الزيجة دي مش هتكون مناسبة، العريس غير مناسب. ايه أبرز التصرفات، أبرز الكلمات، الحاجات اللي ممكن يعملها العريس تقولي ستوب، احنا مش هنكمل؟ دي يعني احنا ما نقدر يعني دي اشياء استاذ ندى، يعني زي ما بيقولوا لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. دي اشياء كل واحد والصفات اللي هو حاططها. يعني هي مثلا الافضل لو كل مخطوبه يعني كتبت الصفات اللي هي تحلم فيها في الزوج او عريسها المستقبل، وفي الصفات اللي لا يمكن تستغني عنها، يعني لازم يكون عنده الصفات دي. يعني احنا نقسم الصفات لأربعة. الصفات اللي هي يعني التوب، تمام، اللي هي تتمنى انه تكون كلها متوفرة. طبعا ما في انسان كامل لكن نكتبها. في الصفات اللي اساسية انه انا لو ما عندي الصفات دي انا ما حتقبلها ومش حكمل في الزيجة. الصفات الثالثة في صفات انا بتزعجني بس انا ممكن اتحملها. رقم 4 في الصفات المزعجة اللي انا لا اتحملها. يعني مثلا عندنا صفة البخل، يعني ما صعبة قوي. يعني من البنات انه بتتحمل واحد بخيل، يعني في الاغلب يعني اكثر صفة بتكون مزعجة اللي هو البخل. فمثلا انه لو هو بخيل انا خلاص مش هقدر اكمل في الزيجة دي. فدي حتبان. يعني طبعا هو فترة الخطوبة ممكن بالذات الشباب يعني يمكن يكون كريم وفاتح يده على غير طبعه الحقيقي. لكن برضه بتبان بالذات صفة البخل، الكذب، الاشياء يعني مهما حاول الانسان يخفيها بتظهر في كلامه في تعامله. في دي الاشياء انت يعني تكوني مركزه فيها. انا بس بجيب صفه البخل كمثال، لكن كل واحده عندها صفات معينه انه لا يعني دي لا يمكن تستحمل. فهي لو كتبت النقاط دي بتعرف تركز عليها وعلى ضوءها تمشي. في صفات مزعجه بس انا اتحملها، يعني ممكن امشيها. وفي صفات لا دي خط احمر انا لا يمكن مش هقدر اتحملها. يعني مثلا في التعامل والاحتكاك بعض الشباب بيبان عليهم بذاءة اللسان وان هو الفاظه مش كويسه وغير لائقه ابدا، فيقول ده انا بهزر، انا ما عنديش يعني انا ما اقصدش او كده. لا، في بعض البنات والاسر كمان ترفض تماما ان العريس يكون حتى لو بالهزار يكون بذيء اللسان. بالضبط، دي الاشياء اللي هي حتظهر في فتره الخطوبه في الونسه في الكلام، بتظهر على طول. الانسان البذيء اللسان هو حاول يتجمل هتظهر. هتظهر. فدي برضه من النقاط. ايوه، عشان كده احنا نقول كل واحده تكتب، بينما لو هي من قريبه من بيئته يعني هم كلهم بيستخدموا الالفاظ دي، هي مش هتشوفها بيمشوا مع بعض. طيب ختاما بقى يا أستاذة سعاد قبل ما نختم، ادي كل عرايسنا الحلوين، كل القوارير الأمارات الحلوين اللي لسه مخطوبين بعض النصايح، أهم النصايح اللي تقوليها لهم سريعا. أهم نصائح فترة الخطوبة، يعني أحب أنا أركز على نقطة مهمة اللي هو إنه ما تطول فترة الخطوبة. زي ما قلنا الأفضل هي أسبوعين، 3 شهور بالكثير. وإذا 3 شهور ما تكون لقاءات أو مكالمات مستمرة، وتحدد النقاط اللي إحنا ذكرناها وبتركز عليها وتكون فيها النقاط، بدون ما تطمع إنه بيكون في حياة رومانسية أو كلام رومانسي أو كلام عاطفي. لأنه دي حتأثر عليهم إذا ما استمرت الخطوبة، حتأثر سواء أثرت في زيجتهم في الآن أو لما تيجي ترتبط بزواج آخر حتأثر فيها. لأن فترة الخطوبة اللي بيسمعها الكلام الحلو ده هي ما شافت الجانب السيء منه. بالضبط. يعني شافت الكلام الجميل اللي كان يقول، فمش هتقدر تتخلص من الكلام الحلو اللي كانت بتسمعه حتى لو بزوجة رجل آخر. فعشان ما تطلع في الموضوع ده الأفضل إن فترة الخطوبة وإذا طالت تتوقف زي ما قلنا اللقاءات. يعني خلاص احنا اتفقنا وحددنا موعد الزواج، خلاص الى ذلك الحين احنا يعني متوقفين. تمام. الا لو في مناسبات اعياد كذا مش مشكله، لكن دون ذلك زيارات وخرجات الافضل ان تتوقف. دي نقطه يعني مهمه جدا
يعني بتأثر كتير بالذات في الفتاة. تمام. بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة سعاد دنكلاي الناشطة الاجتماعية على وجود حضرتك معانا وعلى هذا الطرح المميز، وكل عرايسنا اللي مخطوبين دلوقتي. الحقيقة أستاذة سعاد قالت نصايح مهمة جدا، اللي ينفع يتقال واللي ما ينفعش يتقال، ولكن لازم ناخد بالنا من نقطة مهمة. فترة الخطوبة من الفترات المهمة جدا اللي هي بتبين لك هتقدمي على الزيجة دي وانتي مرتاحة ومطمئنة ولا لا، بنسبة، مش بنقول ب100%، ولكن بنسبة كبيرة. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فابعدوا كل البعد عن أي شيء حرام في الفترة دي، علشان ربنا يكملها عليكم بفضله ونعمه وكرمه، وانها تتم على خير. الحاجة اللي بتبدأ بمعصية ما بيكونش فيها بركة على الإطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يسعد كل بناتنا ويتمم ليكم على خير بأزواج صالحين مصلحين يا رب العالمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.